ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي وبتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسيني بلايك شير سبسكرايب كومنت حلو فيه دعوه حلوه منك ليا. وما ننساش نسلم مع بعض على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونبدا على فيديو النهارده. طبعا فيديو النهارده تكمله الفيديو امبارح. تمام. قبل ما ابدا اي حاجه، انا بعتذر عن الفيديوهات اللي بتنزل متاخره وتاخيري في الفيديوهات والكلام ده كده كله. انتوا عارفين كان ليه؟ انا لما بكون نفسيا تعبانه ما بقدرش اشتغل، ما بقدرش اعمل حاجه. مش من الناس اللي يلا بينا ويلا نقوم ويلا نعمل. اكيد شغلي في بيتي اهم. ان انا ما ينفعش اتخلى عنه، ما ينفعش اقعد. وكل حاجه انا ببقى شغاله في البيت طبيعي جدا، ولكن انا بتكلم على الشغل الخارجي، شغل اليوتيوب او شغل تاني لو انا بشتغل شغل تاني بره. فببقى مش قادرة اسيطر على الحتة دي، فاهمين قصدي؟ فانا لما بكون مخنوقة بطلع كبتي في حاجة. ايه هي الحاجة؟ خلاص انا قدامي الاساسي شغل البيت، فانا هطلع الكبت ده فيه. مش هينفع مبقاش عندي طاقة ان انا احط كاميرا واصور، وعارفة ان ده شغل وكل حاجة، ولكن مش هبقى عارفة ان انا اقعد امنتج مظبوط. اتكلم معاكم مظبوط. ما بحبش ازوق الكلام، ما بعرفش احط الكلام. انا بتكلم معاكم بتلقائي، ما بعملش سكريبت قبل ما ببدأ الفيديو. فاهمين قصدي ايه؟ فلازم اكون نفسيا مهيئة للشيء ده. ساعات كتير بيجي على البني ادم ضغوطات كتيرة جدا من الحياة. عادي بتأقلم وبطلع وبتكلم معاكم وبنضحك وقشطة تمام، مفيش مشكلة. بس لما بيكون انا بالذات حاجة فيها فراق، بتبقى عزيزة على نفسي قوي، عزيزة عليا قوي. حتى لو بصوا الحمد لله مفيش اعداء والكلام من ده، ربنا ما يكتبهم لنا ابدا في حياتنا. بس حتى لو حد مزعلني، لا ما ينفعش كل شيء الا الموت. ممكن نخاصم ما نتكلمش مثلا لو حد عامل معاكي مشكلة. ابعدي. لو الضغوطات زيادة عليكي اسحبي نفسك. بس في المرض والموت لا. انا كده انا معرفش المهم يعني. فما كانش ينفع طبعا ان انا اصور. قلت لكم الكلام ده في الفيديو اللي فات والفيديو اللي انا قدمت فيه العزا. على فكرة انا رفعت خاص الفيديو اللي قدمت فيه العزا الله يرحمها هي واولادها، مدام طيبة، قناة طيبة ام البنات. ولما اعلنوا بعديها بيومين بالظبط ان هي لسه عايشة وان دي اشاعات والكلام ده كده كله، انا يعني شلت الفيديو مراعاة لظروف الناس. طالما ما فيش تأكيد ما كانش ينفع ان اكمل اني سايبه الفيديو خلاص. مشاهدات والكلام ده كده كله دي مش انا. تمام. ولكن لما اتأكد فعلا حصل خبر الاخبار نفسها بتأكيد وفاتها، فانا رفعت الفيديو تاني علشان ده تقديم عزاء. فتحت الفيديو كنت حاطاه خاص، ولو حكمت ان كنت همسحه كنت همسحه الا ارواح الناس. فهو تقديم عزاء مش اكتر ولا اقل. وقلت لكم ان انا نفسيا مش متظبطه ان انا اصور او كلام من ده كده كله. الفيديو اللي فات خلاص بقى احنا ايه، قرينا الفاتحه عليهم والكلام ده كده كله. عملنا فطرة حداد حلوه. المفروض فطرة الحداد 3 ايام، بس انا بتاثر شويه. وبعدين ده مش روح مش روحين، لا ده الاف يعني. ربنا يكفينا شر الفجعه وما يكتبهاش على حد ابدا ان شاء الله، اللهم امين. ايا كان المله ايه. الروح غاليه برضو. هنا انا بعمل ايه؟ انا خلصت معاكم الفيديو اللي فات ولقيته طول قوي، فما حبيتش ان اطول معاكم اكتر من كده. تمام. ف قسمته لكم ده كده. دخلت على المطبخ واحتست حوسه جامده جدا في المطبخ الصراحه، وهتشوفوا لاخر الفيديو ايه اللي حصل. انا دايما حتى لو حاجه قفلتني بتقبلها، بقول الحمد لله، بدور على اي حاجه حتى لو كانت تافهه ولازم اتقبلها بتقبلها. المهم يا بنات، هنا انا كنت بحضر الغدا. كان من فترة طويلة كده اهوت كان عندي عزومة وكان متبقي منها كذا صنف في طبيخ وكده، فكنت بطلعهم على فترات. كان اخر حاجة متبقية البيزيلا، طلعتها اليوم ده الصبح واديني حطها في الحلة اللي هي جنب الكاميرا على طول صغيرة وبسخنها. تمام. مفيش اي حاجة. بعمل ايه بقى انا؟ بسلق فراخ وبعمل رز، وهعمل جنب منهم برضو شويه لسان عصفور عشان الولاد كانوا طالبينه. بعد ما عملت الرز قالوا لي عايزين لسان عصفور، فقلت مش مشكله عشان الليلي وكده. الغساله طبعا كانت شغاله. ده الحاجات اللي انا شلتها معاكم وكنت بحطها في الغساله في الفيديو اللي فات، وهدخل برضو انشرها. هكمل يعني.
المهم ايد هنا وايد هنا، وبلملم الحاجات عشان اغسل المواعين. عايزه افضي الرخامه دي خالص عشان نحط الاستيكر مع بعضينا، وهنشوفوا ايه اللي هيحصل في الاخر. والحمد لله، دايما نقول على كل حاجه الحمد لله، الحلو نقول عليه الحمد لله، ومفيش حاجه وحشه بس الحمد لله برضو تمام. واللي مش عاجبنا كبشر فبنقول برضو الحمد لله عشان ربنا يكبر بخاطرنا. بتأقلم، يعني انا بأقلم حياتي على الوضع اللي انا فيه، حتى لو كنت متضايقه من جوايا بتعايش معاه لحد ايه ما ربنا ما يكرمني يعني. فعشان بلاقي بعد كده ربنا بيكرمني من وسع، بيكرمني قوي بصراحه يعني. الحمد لله على اللي احنا فيه. إيه، انا ما وديتش الاسبوع اللي فات كله اللي هو كنت بعمل لكم في الفيديوهات الفيديوهات دي من يوم الاربعاء والخميس صراحه. انا ما وديتش الولاد المدرسه، هيبداوا الولاد بقى خلاص الاسبوع ده المدارس. بصوا بقى، فضيت كل حاجه زي ما انتم شايفين اهو، غسلت مواعيني، غسلت البوتاجاز كمان، خلصت الغدا. هنا بعد الغدا بقى بالليل فاضل ايه هنا هوت اللي انا عايزه اخلل ده. بصوا كده، ده اللفت والجزر. بصوا اللفت عشان نسيته من فتره طويله جدا، كنت جايباه في اول الشهر معاكم في المشتريات، فانا نضفته بقى كده اهوت، لقيت اللي باظ باظ، يلا قدر الله ما شاء فعل. واجي جبت عليه الجزر دوت، قطعتهم بالقطاعه المشرشره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، عشان بس انجز معاكم في الوقت وما يبقاش طويل ورزل يعني عليكم. اديت له شطفه. طبعا كل حاجه انا غسلاها غسله نظيفه قبل ما استخدم، بس الشطفه دي شطفه الايد بس. خلاص كده هوت عندي برطماني كبير. جبت بقى البنجريايه الصغنغونه دي، قلت يا ريتني كنت حطيت انا جبت قد ايه، هو كان كيلو، 2 كبار والصغنونه دي البنجر. والكيلو مش غالي، تقريبا كان ب2 جنيه ونص 3 جنيه حاجه كده يعني. فجبت البنجريايه الصغنغونه ديت وشلت الاتنين الكبار. نصيبي ان انا عملتها مش عارفه، هي مش محمره. في بنجريايه بتحمر وفي بنجره لا. بنجريايه. هنا عملت ايه، خدت كيس ملح ما حطيتهوش كله، بدوبه في شويه ميه علشان هنزل على البرطمان بتاعي، بس علشان اكون ظبطت الملح مش اكتر. هقشر البنجريايه الصغنغونه دي. مش عارفه لقيتها بعد ما قشرتها لقيتها مش حمراء، وبعد ما حطيتها قلت وقفلت، يعني انا فكرت كده وانا بعملها ان انا اطلع الكبيره واحطها عليها مش مشكله، وبعد ما قفلت افتكرت ان انا ما حطيتش الكبير. بصوا بحب العب بيه قوي. المهم، إيه، عايزين نسبح ونستغفر. بقول للناس اللي دخلت جديده عندي في القناه، بقالي كام فيديو ما شكرتكمش على الكومنتات، ما شكرتكمش على الناس اللي بتعمل مشاهدات للفيديو، بقول لكم شكرا. عندي احتقان معلش داخل عليا برد، فيلا قدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى البرطمان انا كنت غسلاه وسايباه يتصفى، بحط شويه بنجر وبحط بحب انا اخلل الجزر واللفت مع بعض. انا وولادي بنحب اللفت قوي بس بابا بيحب الجزر، فاقول مفيش مشكله. وخلي بالك لما بتحطي الاتنين مع بعض بياخدوا من سوا بعض وبيطلع مظبوط، ما بيطلعش الحاجه مهريه وما بتطلعش الحاجه نيه، بتطلع مظبوطه. كنت هنسى واحط الملح وبعدين قلت لا لما احط كله عشان الميه ما تعيمهوش. بص بفضل ادقه كده اهوت علشان يعمل لي بينزل في الفراغات دي وياخد الكميه كلها. انا عارفه ان البرطمان ده هياخد الكميه كلها، انا اصلا عندي برطمانين نفس الحجم كده من ساعه جوازي وانا بخلل فيهم يعني. بس بقى بدوب الملح وبحطه، هزود ميه بقى وانزل على البنجر جوه وكل حاجه جوه. بخلط البنجر مش بحطه كله في مكان واحد، بحط تحت بحط شويه واحط في النص كده يعني عشان كله يتجانس مع بعض. هامله البرطمان بتاعي ميه. خطوه الخل اللي هحطها دي اختياري مش اجباري، انا عندي بتاع معلقه خل صغنونه اتبقت في الازازه فهحطها. مش عايزه تحطيها خلاص انت حره. هنا طلعت كيس تلاجة علشان احكم الغلق بتاعه كويس. هنا هجيب الخل. بصوا ده قلت ازود بقيه حبه الملح، يعني هم حبه صغننين خالص اللي اتبقوا. واجي الخل كان حبه قيمه معلقه كده صغيره مش اكتر، وقلت مش مشكله، هو بيساعد على السوا، ما تطولش قوي الحاجه معاكي وفي نفس الوقت ما بيهريش ولا حاجه، بس ما تكتريش كتير. الخل كتره بيعمل ريحه مش حلوه وبيهري الحاجه، فما تكتريش، اوزني امورك يعني. قطعت بقى كل الزيادة بتاعة الكيس وحكمت غلقه جامد، وببدأ ان انا ايه اقلبه، ادوب بقية اللي انا حطيته في من الملح. ويعني البنجر يطلع يمكن هبابي شوية لون، بس هو كل ما هيقعد كل ما هيطلع لون في البنجر.
بس كده خلاص بقى ابدا ان انا هسيب حاجتي خالص تنشف. الرخامه كانت نشفت خالص، شربت شاي وظبطت اموري. وكمان لما كنت بصفي المواعين كنت بصفيها على صينيه العشاء علشان اقدر ان انا اشيلها مره واحده. انا هدي فضيت الرخامه وهديها برضو مسحه للتاكيد مش اكتر. وهجيب الرول بتاعي. الاستعجال وحش، اوعي تستعجليها، شوف في الاخر اللي هيحصل. يلا قدر الله وما شاء فعل، مش هنقول على الحاجه لا، نقول برضو الحمد لله. جبت بقى الرول بتاعي. بصوا انا دايما شكاكه عشان ما يبطعش ميه، فبعد ما هفكه هحس فيه ميه هجيب امسح تاني برضو قبل ما اعلق، يعني قبل ما اركبه. بصوا بقى دوت انا كنت جايبه منه قبل كده بس مش الخشن ده، فلقيت ان هو ايه، بصوا قلت اوريكم الجزء ده بعد ما انا ركبت. بصوا اللي هو تحس انه بلاستيك في بعضه ناشف كده وبيتكسر، فخدي بالك كويس قوي من وانتي بتعمليه. قلت اركب الحته دي معاكم لان انا مش هركب الاستيكر كله معاكم، ركبته كتير قوي قبل كده في القناه. انا اكتر واحده على اليوتيوب بتركب استيكرات على الرخام. انا مطبخي كله ستيكر، ارجعوا كده لتوضيب المطبخ في فيديو من الفيديوهات القديمه هتلاقوا ان مطبخي كله ستيكر، ده مش سيراميك للناس الجديده. بس فانا اي حاجه فيها هوا معايا الدبوس ومعايا الفيزا كده اهوت وشغال حد كده. احنا ماشيين تمام على فكره، وكان لازق بس مش حاساه من الاواخر لزق قوي، يعني هو بيلزق من النص، من النص حلو جدا وشكله قايم قوي، شكله حلو جدا يا بنات. بصوا بس زي ما بيقولك ايه، الحلو ما بيكملش. بصوا بقى هنا بعد ما ركبته خالص، بصوا شكل الشياكة والحلاوة، حلوة 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 والله، بس في عيوب لازم يطلع لي عيوب. بصوا شكلها رخامة، عجباني عجباني قوي. بلاش تجيبوا الناعم، جيبوا الخشن. لولي يا روحي انا هنا، تعالي دور عليا عشان قافل عليا الباب. بصوا بقى حركت الحوض هطلع بس الحاجات دي كلها. انا فرق تعالي يا قلبي. انا عامله ستيكر حوالين الحوض كده عشان ما يخشلوش ميه في السريع، بس للاسف هو ما كملش للاخر. تعالي عديها من السجاده يا زيزو. بصوا اللزق ما كملش للاخر، اتبقى معايا ده 2 متر بالظبط. انا ما هدرتش حاجه، انا خلاص اتعودت اني بركب فما بهدرش اي حاجه. نصيبي فيه كده اهوت. تعالوا بقى اوريكم ايه اللي حصل. بصوا الزوايا دي مش عايزه تمسك، فبقيت ان انا بالسكوتش اللي هو اللزق العريض والزقها كده. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. بصوا الحرف ده برضو جه معايا عامل ازاي، بس مبسوطه. انا من الناس بنبسط باي حاجه ومبسوطه بالتغيير حتى لو كان التغيير حاجه بسيطه. خلي بالك يا زيزو، هتشد البتاع، خلي بالك. بصوا انا عايزه اوريكم ايه اللي حصل. تعالوا بصوا ايه اللي حصل في الاخر. بصوا بنات بعد ما خلصت تحسوا ان ماليش نصيب فيه بكل حاجه تمام. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. في نفس اليوم اللي صورت لكم فيه دوت انا كده تاني يوم يعتبر. بصوا الكروانات فين والحاجه فين وفرش ايه في الارض. فرشه الموكيت ده بسبب بصوا الميه كل شويه مسحه، مجرد ما اغسل مواعين الدنيا تبوظ كده اهوت. بصوا الموكيته بتاعت المطبخ في البلكونه غرقانه ميه. بصوا جوه هنا، استنوا احاول اوري لكم الفلاش. بصوا طبعا المحطه ديت فيها الخرطوم وبلاستيكات وكلام من ده تمام. اللي في الحيطه ده كل شويه يجيب ميه زي ما انتوا شايفين كده. يلا الحمد لله. بصوا بقى هنا مبدئيا هو كشكل رخامي حلو جدا، يعني انا مرتاحه له ومعجبه بيه جدا تمام، ولكن ما بيلزقش. بصوا بصوا الحرف ده ناشف وبيتكسر، واخدين بالكم. بصوا الحرف ده ما تلزقش تمام. الحروف دي كلها بصي قوامك هنا اتفتح. مطلعه لهم البطه هعملها النهارده. بصوا بقى هنا خلاص ده هيتشال بدري بدري. استنوا كده، بصوا ده هيتشال بدري بدري بسبب ان هو ايه، هيدخلي ميه. بصوا حاولت امسكه بالسكوتش اللي هو اللزق العريض ده، مفيش فايده، مش ماسك لان ميه عند الحوض. وعلشان اعمل النص دوت انا رخامتي موصله ببعضها، علشان اعمل النص ده مش هينفع برضو، هي الفيصل اللي هنا ده هيدخل تحت منه برضو ميه. بصوا اما اقرب لكم في فيصل هنا، دي واحده على واحده.
طيب بصوا هنا انا حطيت المخلل اللفت اللي انا عملته، اللفت بالجزر كنت عاملاه معاكم. دي مش واصله للاخر زي ما قلت لكم، بس عشان هنا محطوط حاجات ومسنود المواعين عليه. بصوا واصله لحد فين، وبرده مش لازقه. فقدر الله ما شاء فعل، انا ماليش نصيب. بصوا الحروف، هو حلو زي ما انتوا شايفين جدا، انصحكم بيه، انصحك بيه في حاله واحده بس. انا هضطر ان انا انزل اجيب منه تاني، مستعوض ربنا بده، بس اعيش بس بيه الكام لحظه اللي هياخدوها هياخدوا كده اهوت. مش هشيله معقول دلوقتي لسه حطاه، ولكن هنزل اكمل تاني، وهجيب معاه اللي هو السيليكون الابيض، علشان الحروف دي كلها اخدها، ما بقاش سايباها ملزق كده اهو. وعلشان الحروف دي كلها الفواصل اللي في النص دي ما الزقهاش بده، يبقى انا الزقها بايه؟ الزقها بيه هو تمام، باللي هو السيليكون الابيض. لكن هو كعام بصوا كانها رخامه فعلا، حتى في الميه ما شاء الله يعني بتمسحيه تمام. بصي حلوه قوي، رخامه رخامه. بس مشكلته ان هو ما بيلزقش الحروف، فلازم تفضلي ماسكاه كده اهو. بس فمش عارفه انا، على قد يعني اللي انا قفلت منه، ولكن اللي يعني مخليني شويه صابره منظره، يعني منظره عاجبني مش اكتر من كده. بس كنت حاسه ان الاسود هيقفل لي المكان، ولكن لا والله طلع حلو جدا. هو غالي، يلا استعوضت ربنا في فلوسه. دول 2 متر بالظبط، ال2 متر ب240 جنيه، المتر ب120. فنصيبي قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله. انا مشكلتي دلوقتي في اللي انا فيه ده. طبعا عماله اطلع انتوا عارفين ان هنا عندي السلم ده بتاع المطبخ، حاطاه في اول المطبخ عشان ليان ما تدخليش بالمشاية. وبعدين كنت سبتها بقى من بالليل، كنت منشفاها، وقمت الصبح رحت كانت ناشفه، حطيت الموكيت، ومجرد ما بغسل مواعين الفطار حصل كده. مش عارفه، لسه هنضف البطايه اللي مرقداه في المحلول بتاعها، ولسه هوضب الغدا النهارده الجمعه، ولسه مش عارفه. عارفين في موال كده دخلت فيه مره واحده، فالحمد لله. يلا خليك معايا وهشوف هنعمل ايه.